ليلة من ليالي شهر أكتوبر سنة 2015 كانت دوريات الشرطة بتمر في منطقة بدر بالقاهرة، وفجأة بيلاقوا عربية راكنة على الطريق في وقت متأخر، وكان طالع منها ريحة غريبة جدا. وكانت المفاجأة لما قرب ضباط الشرطة على العربية واكتشفوا اللي جواها. علشان نعرف كل تفاصيل أشهر قضية في مصر دلوقتي، تابع معايا في الموضوع من أوله. الحكاية بدأت في 20 إبريل سنة 1988 في محافظة القاهرة، لما اتولد هيثم محمد في أسرة متوسطة. والحقيقة إنه من طفولته كان مشهور بملامحه الهادية الجميلة، وبالرغم إن هو اتولد في منطقة الجيزة لكن عاش طفولته بمنتهى الرفاهية، وأهله كانوا بيدلعوه بكل الطرق، وكان متعلم في مدارس راقية جدا، وكان معروف بثقافته وتعليمه. وفي سنة 1994 كان في مسابقة لاختيار أطفال علشان تشارك في الأعمال الفنية التلفزيونية، وأهل هيثم ساعتها قدموا له في المسابقة، وساعتها تفوق على كل الأطفال، واختاروا هيثم ساعتها عشان يشترك في برنامج ثقافي بيتقدم في التلفزيون. ومن بعدها هيثم بدأ يحقق شهرة غير متوقعة، وطلبوه في مسلسل قيس وليلى في مدن عربية، وكان المسلسل ده من ضمن المسلسلات اللي بتعرفنا ثقافة المدن والشعوب. والحقيقة ان هيثم شكل جزء كبير جدا من طفولتنا، لما كان ساعتها بيشترك في البرامج التلفزيونية والتعليمية، زي كمان برنامج السندباد البحري اللي كان بيعرفنا على البلاد التانية وثقافتها. وفي سنة 1995 طلبوه ساعتها في فوازير ألف ليلة وليلة، ويظهر ان ملامحه الهادية جذبت كل الناس لطفولته البريئة، ومحدش كان متوقع ان دي تكون حياته ونهاية البراءة دي كلها. المهم هيثم بدأ يشتهر بدري، وكان ساعتها لسه عنده 6 سنين، وسنة ورا التانية بقوا بيطلبوه في أعمال فنية كتير جدا، وكل سنة كان بيبقى ليه عمل أو 2. وأكتر الأعمال اللي كان بينضم ليها هي الأعمال الدراسية والمسلسلات العربية، وكمان بقى ليه أعمال إذاعية زي البرامج اللي بتتقدم للأطفال، والقنوات التعليمية اللي كانت بتشرح الدروس للطلبة وتسهل عليهم المناهج. لحد ما في سنة 1998 لما طلبوا ساعتها الفنان الكبير محمد صبحي علشان يمثل معاه في يوميات ونيس، المسلسل اللي كان شغال في كل بيوت المصريين ساعتها علشان يعلمهم القيم والمبادئ. والحقيقة ان المسلسل ده حقق شهرة كبيرة جدا لهيثم، علشان كده في السنة اللي بعديها على طول واللي هي سنة 1999 طلبوه في مسلسل أم كلثوم اللي عمل نقلة كبيرة جدا في تاريخه الفني. والحقيقة ان هيثم في اتجاهه للتمثيل بقى يهمل دراسته، وساعات كمان كان بيأجل الدراسة سنة ولا 2 لحد ما يخلص أعماله الفنية. وكل ده كوم، والشهرة والفلوس اللي هو كسبها في السن الصغير ده كوم تاني. وهو ده اللي حصل لهيثم لما شاف فلوس كتير جدا في ايده وهو لسه في سن المراهقة، وده خلاه يتصاب بمرض الغرور، واللي خلاه متخيل ان هو يقدر يعمل اللي هو عايزه. وكان في البداية كان بيقدم برامج تلفزيونية وتعليمية، لكن بعد كده طلبوه في مسلسلات كتير، زي ما طلبوا حسين فهمي في مسلسل يا رجال العالم اتحدوا، وكمان يسرا طلبته في مسلسل أين قلبي. وبقى كل سنة عنده مسلسلين أو 3، ده غير الأفلام. ومن بعدها اشترك مع الممثل الكبير يحيى الفخراني في مسلسل عباس الأبيض، ومن ساعتها بدأت الفلوس تجري في إيده، وهيثم ساعتها اشترى عربية. وفي سنة 2004 و2005 كان هيثم بيعمل في السنة دي 3 مسلسلات على الأقل، ومن ساعتها افتكر هيثم إن الشهرة والنجاح هيدوموا معاه بقية حياته ومش هيلحق على الفلوس. وقتها ساعتها كان هيثم عنده 17 سنة، وكان حاسس ان هو كان ضامن مستقبله، واتجه بعد كده للسهرات والتصرفات الغريبة، واللي ساعده على كده الصحبة الفاسدة اللي اتلمت حواليه بسبب الفلوس اللي كانت معاه. ولك ان تتخيل ان واحد في سن المراهقة بقى المعجبين بتوعه موجودين في كل مكان، وصوره ساعتها كانت في الجرايد واخباره كانت في مجلات، وشهرته كانت محوطاه من كل ناحيه، ده غير كميه الفلوس اللي كانت بتدخله من اعماله الفنيه والمسلسلات والافلام اللي كان بيعملها. وتمر السنين وهيثم مستمر في حياته الفنيه، ومستمر كمان في استهتاره. وفي سنة 2010 هيثم ساعتها عمل 4 مسلسلات في السنة دي، وكمان اتعاقد على مسلسل خامس وأفلام كمان، وشهرته ساعتها زادت أكتر والناس كانت عايزة تعمل معاه لقاءات. وفي سنة 2011 عمل 3 مسلسلات. وهيثم وهو سهران بالليل واحد صاحبه عرض عليه ان هو يجرب المخدرات، وفعلا هيثم بدأ يجرب المخدرات وادمنها كمان، وبدات الاعمال الفنيه تقل لانه ساعتها اهمل في نفسه وفي مظهره. وفي سنه 2012 طلبوه في مسلسل واحد بس، وهو مسلسل ورد وشوق، والحقيقه ان في المسلسل ده ما خدش بطوله ساعتها، ده اخد كام مشهد بس. وفي سنه 2013 طلبوه في مسلسل واحد بس، وكان المشاهد قليله مش كتيره، والناس بقت شايفه ان شهرته اتحصرت تماما بسبب غروره وتصرفاته ومظهره اللي اتغير تماما. وهيثم ساعتها كان في العشرينات، وفقد ساعتها صحته وحيويته ومظهره بسبب ادمانه للمخدرات. ومن بعدها اتوقفت كل اعماله خالص، وما بقاش يظهر ولا في اعلان ولا في عمل فني. ومرت سنه 2014 ومحدش طلبه في اي حاجه خالص، ويمكن ده كان سبب ان حياته تبقى فاضيه تماما. وساعتها اصحابه وسهراته شغلوا الجزء الكبير من وقته، وحياته بقت من سيء لأسوأ.
وفضلت شهرته تقل وما بقاش يظهر في اي جريدة ولا يتكتب عنه اي خبر، وتقريبا كده الناس نسيته. وفي سنة 2015 ظهرت أخبار جديدة عن هيثم محمد، لكن للأسف كانت أخبار وحشة جدا، وده لأنه في ليلة من ليالي شهر أكتوبر سنة 2015 في مدينة بدر بالقاهرة كان في دورية من الشرطة بتمر في المنطقة، وفجأة بتلاقي عربية راكنة على الجنب وبيخرج منها ريحة مش كويسة، فبيروحوا الضباط على العربية دي علشان يعرفوا ايه اللي جواها، وأول ما بيفتحوا الباب بتاعها بيلاقوا هيثم محمد والسواق بتاعه واتنين من صحابه عمالين يشربوا مخدرات. ولما فتشوا العربية لقوا ساعتها 4 جرام من مادة الهيروين، فاتقبض عليهم كلهم واتحبسوا على ذمة القضية. وساعتها انتشرت اخبار هيثم محمد في كل الجرايد، لكن مش عمل فني او مسلسل جديد او فيلم جديد، ده اخبار عن تعاطيل المخدرات وتجارته في مادة الهيروين. وساعتها اتعملت محاكمة لهيثم وقال لهم ان هو ما يعرفش اي حاجة عن المخدرات دي، وانه اتفاجئ ان هي موجودة في العربية بتاعته ويمكن تكون للسواق بتاعه، وطلب منهم ساعتها ان هم يعملوا له تحليل مخدرات، لكن يظهر ان هيثم كان عامل احتياطاته كويس. المهم ان بعد فترة طلعوه بكفالة 1000 جنيه، لكن كانت القضية لسه شغالة. وساعتها فضلت فترة طويلة جدا بعيد عن الاضواء والشهرة واي حاجة، وما كانش بيعمل لقاءات ولا بيقابل اي حد ولا بيتكلم مع اي حد. وفي الوقت ده ظهرت صديقة الطفولة اللي اسمها وفاء قمر، واللي اتولدت معاه في نفس السنة، واللي بدأوا مع بعض مشوارهم الفني وكانوا أصدقاء من طفولتهم، لكن السنين فرقتهم لفترة طويلة وكل واحد كان ماشي في طريقه الفني. بس وفاء قمر ما كانتش ساعتها بشهرة هيثم، وكانت ساعتها ممثلة مغمورة وكانت بتمثل مع ممثلين كبار زي الفنانة عبلة كامل في مسلسل سلسلة دم، لكن أدوارها كانت قليلة جدا. ومثلت كمان مع محمد رمضان في مسلسل ابن حلال سنة 2014، وكانت ساعتها بدأت تحقق نجاح وتتشهر شوية بشوية. لكن لما شافت الأزمة اللي تعرض ليها هيثم صديق الطفولة بدأت تساعده وتقف جنبه في أزمته وتشجعه كمان ان هو يستمر في طريقه الفني. والحقيقه ان الفتره دي خلتهم يقربوا من بعض اكتر ويحبوا بعض. وفي الوقت ده هيثم ووفاء بدأوا يقربوا من المنتجين والمخرجين علشان لو في اي فرصه عمل، وساعتها اتعرض عليهم مسلسل اذاعي اسمه اسد سيناء، وطبعا هيثم قبله على طول وعمله في سنة 2016. وفي شهر ابريل سنة 2017 هيثم ووفاء اعلنوا للناس ان هم اتجوزوا، واقتصر الفرح ساعتها على الاسرة والاصدقاء، ونشروا ساعتها صور الفرح على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وساعتها كل الناس انتقدت الفستان اللي كانت لابساه وفاء في الفرح، وطبعا الاهانة الاكبر لهيثم لانه قبل عليها الفستان ده. وبعدها طلعت وفاء وحاولت تدافع عن جوزها هيثم وبتقول لهم ان دي حريه شخصيه، وطبعا ساعتها سوقت صوره هيثم بزياده بعد ما قضيه المخدرات اللي كانت شغاله عليه. لكن في سنه 2017 برضه اخذ براءه من قضيه المخدرات، بس ساعتها النيابه بتستأنف التحقيق في القضيه. ويظهر ان هو لما بقى ترند في الوقت ده طلبوه في مسلسل جديد برضه في نفس السنه، وكان دوره ده في المسلسل صغير جدا لكنه ساعتها قبله عشان كان محتاج فلوس. لكن الحقيقه ان ده كان اخر عمل فني ساعتها لهيثم، ومن بعدها ما بقاش يجيله شغل تاني تماما، وبدات ساعتها احواله تتدهور وما كانش بيشتغل خالص. وطبعا حالته الماديه كانت وحشه جدا، بس المشكله ساعتها ان هو راجل متجوز ووفاء ساعتها كانت حامل، يعني كان لازم يجيب فلوس باي شكل، فبدا يتجه لوسائل التواصل الاجتماعي ويعمل فيديوهات ساعتها، وحاول ان هو يتجه للغنى. والحقيقه ان مراته ساعتها كانت بتشجعه وبتظهر معاه في كل فيديوهاته، ولقى ان الناس ساعتها اعجبت بصوته، وبدا ساعتها يعمل فيديوهات كامله وبيغني اغاني كامله بصوته هو ومراته. وفي الوقت ده خلف ابنه الوحيد وسماه ادم، وكان ساعتها ادم ده هو التغيير الايجابي في حياه هيثم كلها، لان الاغاني اللي كان بيعملها ما كانتش بتحقق نجاح كبير، بس هو ساعتها شاف ان في اقبال ضعيف على صوته، وبدا ان هو ساعتها يروح يغني في حفلات واماكن تانية، وعمل تغييرات غريبه جدا في شكله. وفي سنه 2020 بدا يعمل فيديوهات تقليد زي بتاعه الفيسبوك والتيك توك علشان يحاول يعمل مشاهدات ويلم ارباح كتير. لكن الحقيقه ان الناس كانت بتشفق عليه ساعتها، وكان صعبان عليها الحال اللي وصل ليه، لانه كان واضح عليه ان هو ما كانش في وعي وهو بيعمل الفيديوهات دي. المهم ان في سنه 2022 بيتفاجئ الناس بانفصال هيثم عن مراته، وفجأة لقى وفاء نشرت على صفحتها انها خلاص اتطلقت من هيثم. لكن الحقيقة ان هيثم ساعتها كان نفسيته وحشة جدا، وفضل ساعتها محتفظ بكل صوره مع وفاء رغم طلاقهم من بعض، والناس كلها قالت ان هو دخل في حالة من الاكتئاب لانه كان بيحبها وانفصل عنها بعد 5 سنين حب وجواز، وخلاص بعد عنها هي وابنه ادم ورجع للعالم بتاعه من جديد. لكن ساعتها رجع للشهرة بس المرة دي بفضيحة كبيرة جدا، وده كان يوم الحد اللي فات يوم 1 ديسمبر 2024. انتشرت في كل وسائل التواصل الاجتماعي خبر القبض على هيثم محمد بعد ما صدر قرار باستدعائه مرة تانية علشان قضية المخدرات القديمة، وساعتها صدر حكم ضده في حيازة مواد مخدرة. فراحت ساعتها قوة من الشرطة واقتحمت بيت هيثم محمد واللي كان في منطقة الطلبية في الجيزة، ولما راحوا هناك اكتشفوا مفاجأة ما كانتش متوقعة.
لقوا ساعتها هيثم محمد هو واصحابه عمالين يتعاطوا مخدرات، فقبضوا ساعتها عليهم كلهم. بس الكارثه ان الشرطه لما فتشت بيت هيثم لقت كميه كبيره من ماده الهيروين، وهنا تم التحفظ على المخدرات وتم القبض عليه، وعملوا له ساعتها تحليل مخدرات، وفعلا طلع ان هو بيتعاطى المخدرات. وهيثم ساعتها قال لهم ان هو بيتعاطى المخدرات مش بيتاجر فيها. طبعا كل ده طمعان ان هو يخفف عن نفسه العقوبه، لكن الحقيقه ان وضعه بقى اسوأ لانه بيواجه كذا تهمه مع بعض، منهم حيازه المخدرات والتجاره فيها. ولحد النهارده هيثم محبوس على ذمه القضيه لحين انتهاء التحقيق فيها. لكن هيثم طبعا موقفه ضعيف جدا لان دي مش اول مره يتقبض عليه. بس الحقيقه ان هيثم خسر اللي اكتر من كده، خسر حياته وسمعته واسرته اللي سابهم من ساعه ما ادمن المخدرات، ودمر مسيرته الفنيه ومستقبله اللي كان ممكن يستغله احسن من كده. ودلوقتي بدل ما ينتشر اسمه في كل المجلات باسم فيلم جديد، اشتهر اسمه في قضيه جديده في تجاره المخدرات. ودلوقتي يا عزيزي المشاهد، تفتكر ايه اللي وصل هيثم لكده؟ الشهره والفلوس اللي جات له بطريقه سريعه من صغره، ولا ان هو ما كانش عنده واعظ قوي يرجع له بعد كده، او ان اهله هم السبب لانهم ما قدروش يقفوا جنبه ويدعموه ويعرفوه الصح من الغلط؟ اكتبوا رايكم في التعليقات، واستنونا في حلقه جديده من دكان الحكاوي، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.